الشغل بيدفنّي، باصحى أشتغل، بانام، باصحى أشتغل، اللي هو باتنفّس بالعافية. أنا سُهيلة وباحاول أكتشف أنا شاطرة في إيه. كان في فترة الشغل كان ضاغط بطريقة بشعة، كإنّي ميّتة جوّه اللابتوب بتاعي لحد ما لقيت workshop كانت animatics منزّلاها وهي مش بتحصل غير كل سَنة، أنا لو استنّيت إن أنا أبقى فاضية مش هاحضرها، فأخدت قرار متهور وقُلت خلاص أنا هاقدّم، برغم إن يومي كان مضغوط، بس وأنا جوّه الworkshop ما كنتش باحس بأي حاجة من ده، وكنت باحس بالانبهار من اللي باسمعه، لإن الworkshop دي كانت عن الsound design وده كان بالنسبة لي حاجة أنا ما كنتش أعرف إنها موجودة في الدنيا أصلًا، طلع المجال كبير، كبير بشكل وعلى مدار الأيام عبد الله كان بيحاول يشرح لنا ويستخدم الأصوات إنها تعبّر عن الصورة اللي قدّامنا. أغلب الوقت كنت باحس اللي هو أنا جيت هنا بالغلط، وواحدة واحدة إيدي أخدت على الموضوع. الفكرة بقى إن الحاجات اللي أنا اتعلمتها في الworkshop دي أنا ما كنتش لاقية وقت أطبّق عليها، ولسه لحد دلوقتي الtask ما خلّصتوش أوي، بس أول ما أخلّصه هانزّله هنا على الpage تشوفوه. ممتنة إن أنا حضرت الworkshop دي عشان هي انتشلتني من الحُفرة اللي أنا كنت واقعة فيها بسبب الشغل، كنت متضايقة جدًا في آخر يوم، لإن خلاص كده يعني هارجع للحياة المملة، الرتيبة، السخيفة، وقد إيه الحياة طلعت كبيرة بس الواحد بيبقى مدفوس جوّه الشغل. وبس كده، دي كانت تجربة المرّة دي، أشوفكم في تجارب جديدة تانية إن شاء الله.